رحلتي مع الكمبيوتر، كل طريق كبير ليه شرارة صغيرة انت ما بتسمعهاش، انت بتحس بيها. انا كنت حاسس بيها من بدري بس ما كنتش فاهم هي جاية ازاي. البداية جت في 2002. كنت بروح مع خالي الاستاذ محمد السعدي، عملاق التاريخ، عند صاحبه الاستاذ محمد شريف. الراجل ده كان عنده كمبيوتر. يعني انا الكمبيوتر كان بالنسبة لي عبارة ان انا بروح اتفرج. الراجل كان بيتعامل مع الكمبيوتر ككتابة، كشروحات، كفيديوهات. انا قاعد ما عليا ان انا بتفرج، بس بعد كده الفرجه بقت فضول. البدايه بدات في 2003. الاستاذ محمد شريف باع الجهاز بتاعه، انا اللي اشتريته. يعني هنا البدايه كانت ان انا الاسئله اللي كانت بتدور في دماغي وقتها، هو الصوره دي بتتحرك ازاي؟ الويندوز ده بيتسطب ازاي؟ الدنيا ماشيه ازاي في الكمبيوتر ده؟ فالراجل مشكورا يعني بدا يعلمني. تقريبا في الاسبوع كان بينزل لي الويندوز 3 مرات في الاسبوع او 4 مرات والله. فان انا كنت بتعلم لسه في البدايه يعني. وفي قعده من القعدات حد عزيز عليا قال كلمه كانت هي الشراره او الدافع ليا انه اتحول من اللي لسه بيتعلم للي بقيت بشرح لكل اللي حواليا. الكلمه اللي اتقالت لي انه انت راجل خدمه اجتماعيه، يعني مش مجالك ومن الاخر انت ما بتفهمش حاجه فيه. يعني انت بقالك اكتر من شهر الراجل بينزل ويندوز وانت ما اتعلمتش. فانا اخدتها طريق اثبت له، وهو بعد كده بقى بيقول اشعار، يعني لانه انا بقيت بشرح لكل الناس اللي حواليا اللي اتعلمته. يعني انا الحمد لله رب العالمين. يعني هو حتى الاستاذ محمد لما كان بيعلمني هو قال لي كلمه وانا مشيت بيها بفضل الله، يعني اللي هي ايه؟ ابدا بالصعب هتلاقي الدنيا سهله معاك. بدات اتعلم معاه واحده بواحده لحد ما خدت الكلمه دي دافع ليا واتحركت ان انا انزل ويندوز بنفسي. حتى بقيت انزله وانا مغمض، يعني لما الراجل علمني. يعني البدايه كانت صعبه، الموضوع كان فضول مش اكتر. يعني انا زيك والله، انا مش محترف، انا بدات من الصفر. انا كنت بس محتاج حاجه اني اتحرك. انا كنت حاسس بيها من بدري بس ما كنتش عارف هتيجي كده. يعني فالحمد لله كانت عندي فضول ان انا اعرف الدنيا ماشيه ازاي. الاسئله دي دارت في دماغي. انت زي اي حد دور الدنيا في دماغك هتلاقي الطريق مشي معاك ودوس على اول خطوه. هي بس محتاجه خطوه، الخطوه بتاعتك هتمشي بيها هتتحرك معاك الدنيا وهتبقى تمام باذن الله تعالى. يعني الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن التحول من بعد الكلمه اللي سمعتها دي من هاوي الى الحمد لله بقى مجال عمل، وهنقول احنا مشينا وصلنا لحد فين في رحلتنا مع الكمبيوتر. شارك الفيديو عشان يكون سبب في تشجيع حد من حبايبنا اللي لسه واقف في مكانه يشوف الفيديو ده وياخده كدليل ليه في حياته ويشتغل بيه، وتبقى خطوه للتشجيع. انا زيك محتاج الخطوه، بدات بيها، كملت، استمرت والحمد لله. انت مش محتاج غير كده، دوس، اتعلم، اغلط، اسال، ابحث في اليوتيوب. في كلمه بيقولها اخونا اسامه الزيرو اللي ببعت له تحياتي، اللي هي دايما ايه؟ سيرش، ابحث دايما، ما توقفش. ايه يعني اللي هيجرى؟ اي سؤال يخطر في بالك اسال. ودلوقتي وسائل كتير تبدا تسال بيها، اذا ما كانش شخص قريب منك، اذا ما كانش اليوتيوب، اذا شات جي بي تي، اي وسائل من الذكاء الاصطناعي تقدر تبحث بيها. وطبعا الاول الامور كانت المعلومه بتبقى من خلال مصدر جنبك وخلاص على كده، لا دلوقتي بقت في مصادر كتير. فاتمنى يكون الفيديو خفيف ومفيد. احنا كلنا بنتعلم من بعض. انشر الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي على اساس ان يكون فايده للناس كلها ونتعلم كلنا من بعض. طبعا كلنا بنتعلم من بعض. استنونا الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.